السلام عليكم خوت الحباب، دايرين لاباس عليكم من خير؟ يعني ديروا لايك وبارطاجيو بالقبول. شكرا لكم. بشكل مفاجئ ولم يكن متوقعا، مرشح رئاسي في الجزائر يدعو المواطنين للتصويت عليه مقابل إعادة العلاقة مع المغرب. في خضم الحملة الانتخابية الرئاسية المقرر إجراؤها في 7 من شتنبر، قدم عبد العالي حساني شريف المرشح الإسلامي من حركة مجتمع السلام رؤيته الطموحة بشأن استئناف العلاقات الطبيعية مع المغرب، حيث تأتي تصريحاته في وقت تشهد فيه العلاقات بين البلدين توترا ملحوظا منذ عام 2019، عندما تولى عبد المجيد تبون السلطة بعد عقدين من حكم عشيرة بوتفليقة، وما تلاه من أزمة ثقة عميقة بين الشعب الجزائري والمؤسسة العسكرية. ومنذ ذلك الوقت شهدت العلاقات بين الجزائر والمغرب تدهورا مستمرا، حيث وصلت إلى مرحلة القطيعة الدبلوماسية الكاملة في أغسطس 2021 بقرار جزائري، ورغم محاولات المملكة المغربية المتكررة لتقديم يد المصالحة. وفي هذا السياق أكد حساني شريف أن قرار المغرب بتطبيع العلاقات مع إسرائيل كان العامل الرئيسي في تفاقم التوتر بين الجزائر والمغرب، وأضاف في تصريحاته: أعتقد أن التوترات الحالية بين الجزائر والمغرب تعود بشكل مباشر إلى قرار المغرب بتطبيع علاقات مع إسرائيل. ومع اقتراب موعد الانتخابات يبرز موضوع العلاقات الجزائرية المغربية مجددا على الساحة السياسية في الجزائر، حيث يستعرض المرشحون برامجهم وآراءهم بشأن كيفية معالجة هذه الأزمة. ويشير موقف حساني شريف إلى رغبة في إعادة تقييم السياسة الحالية والبحث عن سبل لاستعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، في خطوة قد تسهم في تحسين الأوضاع الإقليمية وتخفيف حدة التوترات.